يا أهلا بيكم في الدليل الشامل لفك شفرة مادة خدمة الجماعة. لو حاسين إن المنهج كبير ومكلكع ما تقلقوش خالص، الشرح ده متصمم مخصوص عشان ياخدنا من الصفر، نبني المفاهيم مع بعض خطوة بخطوة وندخل الامتحان وإحنا في قمة الثقة. يلا بينا نبدأ رحلتنا. ودي خريطة الطريق بتاعتنا. المنهج الضخم ده متقسم ل5 محطات أساسية. هنبدأ بالديناميكية الجماعة وعمليات الممارسة، بعدها هندخل على البرنامج ومبادئه، وبعدين التطبيق العملي في المناقشات والمعسكرات، لحد ما نوصل للابتكار ونختم بالتسجيل ومؤسسات الممارسة. محطات كلها مترابطة وهتوضح لنا الصورة كاملة. طيب، المحطة الأولى وحجر الأساس لأي شغل مع الجماعات، ديناميكية الجماعة وعمليات الممارسة المهنية اللي بيستخدمها الأخصائي الاجتماعي. عشان نفهم يعني ايه ديناميكية، تخيلوا معايا كده مجموعة طلاب بيعملوا مشروع تخرج. التفاعلات بينهم عاملة ازاي؟ مين بيسمع لمين؟ مين بيفرض رأيه؟ هل في تعاون ولا طول الوقت بيتخانقوا؟ هي دي الديناميكية. شبكة التفاعلات والعلاقات الخفية دي هي اللي بتعرفنا فورا إذا كانت الجماعة دي صحية وهتنجح، ولا مليانة صراعات داخلية هتدمر الدنيا. وعشان نكون جاهزين لأي حالة دراسية في الامتحان، لازم نحط في دماغنا ال9 عوامل اللي بيشكلوا الديناميكية ويأثروا فيها. بنتكلم عن أغراض الجماعة ككل، أهداف الأعضاء الفردية، خصائصهم، حجم الجماعة، نمط القيادة، بناء الجماعة، المكانة السوسيومترية أو الاجتماعية لكل فرد، قيم الجماعة، وأخيراً الشعور بالانتماء والولاء. خدوا بالكم من نقطة مهمة: كل ما حجم الجماعة كان أصغر، كل ما التفاعل والديناميكية كانت أقوى وأعمق. وكمان لو عندنا عضو واحد بس خصائصه إنه عدواني، ده حرفياً كفيل يقلب ديناميكية الجماعة بالكامل. هنا بقى بننتقل لعمليات الممارسة. المرابع الأكاديمية بتأكد لنا إن العمليات دي مش مجرد خطوات إدارية أو ورق روتيني بنملاه. لا خالص، دي خطوات مهنية وتدخلات مدروسة وتفاعلات إنسانية هادفة، بنوجه بيها الديناميكية اللي لسه متكلمين عنها دي في الاتجاه الصح عشان نساعد الأعضاء على النمو. الجدول ده بقى هو كلمة السر والمفتاح للامتحان. دي مقارنة شاملة بين العمليات الأربعة عشان ما يبقاش في أي لخبطة. بنبدأ بالبت في القبول، يعني الأخصائي بيعمل مقابلات عشان يختار الأعضاء، والاختيار الجيد من الأول بيضمن لنا ديناميكية إيجابية بعدين. تاني حاجة التعاقد، وده اتفاق بيحط قواعد اللعبة، بيبني ثقة ويثبت العلاقات وبيقلل الصراعات جدا. تالت عملية هي الدراسة، ودي ملاحظة مستمرة لجمع البيانات، وكل ما كانت الديناميكية مفتوحة وفيها تفاعل، كل ما قدرنا نجمع بيانات أدق تعزز القوى الإيجابية. وأخيراً المساعدة، اللي هي التنفيذ والتمكين الفعلي، ودي علاقتها بالديناميكية تكاملية جدا. المساعدة بتقوي الديناميكية، والديناميكية النشطة بتزود من فعالية المساعدة وتخليها أسهل. يلا بينا نكمل رحلتنا للمحطة التانية. الأخصائي الاجتماعي المتميز محتاج أدوات يشتغل بيها، والأداة الأولى والأهم هنا هي البرنامج. القاعدة الذهبية اللي مستحيل ننساها: البرنامج دايماً وسيلة مش غاية أبداً. يعني إحنا مش بنعمل نشاط لمجرد إننا نضيع وقت أو نعمل دوشة. البرنامج ده زي العربية اللي بنركبها عشان توصلنا لهدفنا الأساسي، وهو إشباع احتياجات الأعضاء وتحقيق أهدافهم الاجتماعية والتربوية. وعشان البرنامج ينجح، الأخصائي الشاطر بيعمل توازن مثالي بين 3 عناصر: الأعضاء باحتياجاتهم وقدراتهم، والأخصائي نفسه بمهاراته كممثل للمؤسسة، والمحتوى العملي أو النظري اللي بيتقدم. والبرامج دي أنواعها كتير جدا، مش ترويحية وبس، ممكن تكون ثقافية زي المحاضرات، اجتماعية عشان نبني علاقات، خدمية زي حملات النظافة، أو حتى تدريب مهني وتعليمي. بنختار النوع اللي يناسب هدف الجماعة. ومن أهم مبادئ تصميم أي برنامج إنه لازم يكون نابع من رغبات الأعضاء نفسهم. تخيلوا معايا كده نجبر مجموعة شباب بيعشقوا الرياضة والأنشطة الحركية إنهم يحضروا ندوة شعرية، النتيجة هتكون إيه؟ فشل ذريع طبعاً. لازم النشاط يلمس احتياجاتهم وملائم لقدراتهم عشان يتفاعلوا معاه ويحقق الهدف المهني. كده فهمنا الأساسيات. خلينا بقى في المحطة الثالثة، ننزل الميدان ونشوف الكلام ده بيتطبق إزاي عملي في إدارة المناقشات وتخطيط الرحلات والمعسكرات. المقارنة دي من النقط اللي بتعمل فخاخ في الامتحانات. إيه الفرق بين الإعداد الجيد للمناقشة وتحديد الأهداف المهنية؟ ببساطة، الإعداد الجيد ده شغل لوجستي بحت، بنجمع معلومات، نحدد مكان، ونختار وقت مناسب. لكن تحديد الأهداف ده الدور الاحترافي، إننا نخلي الأعضاء فاهمين إحنا متجمعين ليه أصلاً، وإيه الخطة اللي رسمينها عشان نوصل للنتيجة المرجوة. فرق شاسع بين إننا نرتب كراسي وقاعة وبين التوجيه المهني لعقول الجماعة. ولو عايزين نولد أفكار بجد، بنستخدم التنشيط الفكري أو العصف الذهني. تخيلوا لو بنناقش موضوع حساس زي التنمر في مدرسة، بنعين سكرتير يكتب من غير ما يتدخل، ونقعد كلنا في شكل بيضاوي عشان التواصل البصري يكون مفتوح للكل. بنطلب رأي كل واحد بالدور.
أهم نقطة هنا، بنعرض الأفكار من غير أي نقد أو تجريح عشان نشجع الكل يتكلم بحرية تامة، وفي الآخر بنجمع كل الأفكار دي ونحذف المتكرر منها. وجوه أي مناقشة بتظهر أدوار مختلفة للأفراد، وهنا بتيجي عين الأخصائي الخبير اللي بتلقطها. في أدوار إيجابية بتبني المجموعة زي البادئ اللي بيطرح الفكرة أو الباحث عن المعلومات والمنسق، لكن في المقابل ممكن يظهر شخص مسيطر عايز كلامه بس اللي يمشي، أو معوق بيرفض كل حاجة، أو شخص مستهتر أو باحث عن التقدير لنفسه بس. لو متدخلناش بذكاء عشان نوجه السلوك ده، الدور السلبي ده قادر يفشل المناقشة والجماعة كلها. ونفس الكلام في تنظيم المعسكرات. المعسكر مش مجرد فسحة للترفيه، ده وسيلة تربوية قوية جدا. العملية بتبدأ بتحديد الغرض الدقيق، وبنختار مكان آمن، ونحدد الميزانية وهيئة الإشراف، ونجهز الأدوات، وبعدين بنصمم البرنامج اليومي ونوزع مسؤوليات ومهام قيادية على الأعضاء نفسهم عشان يتعلموا يشيلوا المسؤولية. ده دمج مثالي ورائع بين الترفيه والتدخل المهني المحسوب. ودلوقتي رحلتنا بتوصل لأعلى درجات التأثير والتميز المهني في العمل الجماعي، وهو تعزيز ثقافة الابتكار. التحدي الحقيقي والأكبر في الخدمة الاجتماعية الحديثة هو إزاي ننتقل من مجرد أنشطة روتينية مكررة لأننا نصنع مع الجماعة حلول مبتكرة وحقيقية لمشاكل المجتمع. إزاي نحول فكرة مجردة لواقع ملموس. عشان نجاوب على السؤال ده لازم نفرق بين المفهومين دول كويس قوي. الإبداع هو إنك تولد فكرة جديدة في خيالك، مجرد تفكير وقدرة ذهنية. لكن الابتكار هو التنفيذ الفعلي، إنك تاخد الفكرة دي وتنزل بيها على الأرض، تجربها وتنفذها وتطلع بنتيجة ملموسة. باختصار كده، الإبداع في الدماغ والتفكير، والابتكار في الفعل والتنفيذ. وأي عملية ابتكارية عشان تنجح محتاجة 4 مكونات تتفاعل مع بعض في تناغم تام. بنبدأ بالعضو المبدع اللي بيمتلك مرونة ذهنية، وبعدين لازم نوفر بيئة جماعية داعمة تديله أمان إنه يجرب ويغلط من غير خوف. بعد كده بندخل في العملية الابتكارية نفسها بخطواتها، من الإعداد للاحتضان للإلهام لحد التحقق. ولما كل ده يكمل بنوصل للمرحلة الأخيرة، وهي الناتج الابتكاري اللي هو الحل الملموس أو الأسلوب الجديد. إيه الدور المهني هنا؟ الدور هنا بيتحول لميسر للعبقرية. بنهتم بتهيئة البيئة عشان تدعم الحوار المفتوح، وبنقدم دعم نفسي للأعضاء المبدعين عشان ما يخافوش من الفشل، بل يشوفوه كوسيلة للتعلم. والمميز في الاتجاهات الحديثة إننا بقينا نستخدم التفكير التصميمي والذكاء الاصطناعي والأدوات الرقمية عشان نساعد الجماعة تكسر الروتين وتبتكر أفكار بره الصندوق. وصلنا للمحطة الأخيرة، التسجيل ومؤسسات الممارسة المهنية، البيئة اللي بنطبق فيها شغلنا وإزاي بنقدر نوثق ونقيس نجاحنا. لازم نتفق إن التسجيل في الخدمة الاجتماعية مش مجرد ورق أو دفاتر روتينية بنملاها عشان نخلص. التسجيل ده وسيلة تشخيص جبارة. من خلال الملاحظة والتسجيل بنقدر نتابع تغير سلوكيات الأفراد، ونفهم مين القادة ومين التابعين، ونكشف الشلل والمجموعات الفرعية اللي جوه الجماعة. وبنعرف بوضوح هل البرنامج بتاعنا فعلا بيشبه احتياجاتهم، ولا في صراعات وقيادة ديكتاتورية مستخبية تحت السطح وإحنا مش شايفينها. التسجيل هو المراية الحقيقية لنمو الجماعة. في الامتحان، أول حاجة نعملها لما نقرأ أي حالة دراسية إننا نحدد نوع المؤسسة فوراً. هل هي مؤسسة أولية اتعملت مخصوص للخدمة الاجتماعية زي مراكز رعاية الشباب وهدفها الأساسي التنشئة ونمو الأعضاء، ولا هي مؤسسة ثانوية زي مدرسة أو مستشفى دور العمل مع الجماعات فيها بيكون مجرد وظيفة مساندة لهدف المؤسسة الأصلي اللي هو التعليم أو العلاج؟ تحديد نوع المؤسسة بيغير شكل خطة التدخل المهني بالكامل. وبكده نوصل لسؤالنا الختامي. لما تواجهوا حالة معقدة في الامتحان، إيه الأداة اللي هتكون المفتاح؟ هل الديناميكية ولا البرنامج ولا الابتكار؟ الحقيقة إن إدراك الترابط بينهم، وإن الديناميكية بتأثر في كل خطوة، وإن البرنامج بيستخدم كأداة لخلق الابتكار، هو ده السر. مش بس هيخليكم تتفوقوا في الامتحان، ده كمان هيصنع منكم أخصائيين اجتماعيين على أعلى مستوى قادرين يعملوا تأثير حقيقي. نتمنى تكون الرحلة دي وضحت الرؤية ورتبت الأفكار. ذاكروا بذكاء، وبالتوفيق للجميع.